لضيوفنا الأعزاء، وهنتكلم بقى مع الشاعر أحمد الشيخ، وما أصبحش شاعر فقط، بقى أصبح شاعر وقاص وروائي وما شاء الله يعني. تسلمي كتير عليا يا أستاذ الله أمال. يخليك. طبعا هو كان أول ديوان اللي اتكلمنا عنه هنا قبل كده اللي هو بلسان جنوبي مبين، وكان بعده دوبامين. دول الديوانين اللي هم اتنشروا كشعر عامية يعني. بعدين جه موضوع الرواية دي أنا كنت متردد أنشرها ولا لأ، عشان برضو موضوع المسؤولية اللي اتكلمت فيه مصر، إن المنتج بمجرد ما بيخرج منك وبيتحط في إيد قارئ فخلاص أنت بقى مسؤول أمام الله اليوم الدين على اللي هو هيقراه يعني. فدي بتبقى أزمة ولازم بتسبب لك خوف. حاليا يعني رحت ناحية هجرب حاجة جديدة كده في نوع قصيدة اسمه الإبيجراما. ده اللي القصيدة المكثفة الموجزة، لأن أنا كنت بكتب النصوص العادية اللي هي يعني بحجم متوسط، ولكن عجبتني التجربة دي. حاجة شبه الرباعية وشبه الواو وشبه كذا حاجة تانية، بس مش هي، لأن الرباعية وفن الواو والفنون التانية بتبقى مركزة أكتر برضو في فكرة التقفية، إنها بتبقى نفس الحاجة وحرف الروي وتكنيك مختلف بشكل معين، وأنت ملتزم بهذا الحرف مثلا، تكنيك مختلف تماما. ولكن الإبيجراما بتعتمد أكتر على التكثيف والإيجاز والإيقاع الداخلي والخارجي بتاع النص. فالديوان ده إن شاء الله يعني حاليا لسه أنا شغال عليه، هحاول ألحق معرض الكتاب 24 إن شاء الله. هيبقى اسمه الناس اللي جوه، والناس اللي جوه دي بقى يعني تتفهم زي ما تتفهم بقى من النقاط. الناس اللي جوه يا اما جوانا في دماغنا جوه الكتاب، الله اعلم جوه فين، بس عباره عن هم جوه. متقسم لفصول، لان انا برضو توجه لي في النقد في الديوانين بصراحه يعني مساله انه لازم يكون الاقي في توتال مشروع بيلم القصائد كلها مع بعض، مش مجرد تجميع قصائد. فطبعا انا بستفيد طبعا من النقد اللي بيتقال، سواء كان استاذ رانيا او من اي حد تاني قال لي حاجه، فبحاول ان انا اتفادى ده بقى في اللي جاي بعدين. بس فحاليا ان شاء الله شغالين على اللي هو الناس اللي جوه، متقسم لفصول بناء على الضمير المخاطب نفسه. يعني في اول فصل مثلا بيتكلم عن الانا، فهتلاقي كل النصوص بالذات اللي بتتكلم يعني. الفصل الثاني عن انت، الثالث انتي، الرابع العالم عموما. يعني معنون كل فصل مش هتكتب فوقيه انا ولا انتي ولا حاجه، هي هتبقى النصوص ورا بعض، بس انت هتلاحظ وانت بتقرا ان اخدنا اول جزء ده كله في ضمير مخاطب واحد، واللي بعده ضمير تاني، واللي بعده ضمير تالت. تجربه كده اتمنى يعني انها توصل حاجه جديده او تعمل حاجه جديده يعني ان شاء الله. في لينك بقى بينهم زي في طبعا الضمير والصوره والتجسيف انهم كلهم هحاول اروح ناحيه الابيجراما كتجريب جديد. انا ما شفتش كتير عامل القصيده بالنوع ده يعني. انا اول مره على فكره يعني اسمع عن الموضوع، وحاجه ظريفه جدا، واول مره يعني شدني الكلام. عندنا بنجرب بقى لما نشوف ان شاء الله. طيب بما انكم انتوا الثلاثه الحقيقه دخلتوا اكاديميه الفنون ودخلتوا المعهد، فانا عايزه اعرف، مش ناس كتير على فكرة بيجي لها نفس الفكر ده، يعني مش ناس كتير قوي بتفكر ان انا هربط الموهبة او هأثقل الموهبة بالدراسة الأكاديمية. فهل يعني الدراسة الأكاديمية بالفعل انت يعني ككاتب او كشاعر او كناقد، هل انت محتاج فعلا الدراسة الأكاديمية؟ طبعا، وانا قرار الأكاديمية اصلا كان بالنسبة لي حتى عامل مشاكل في خط سيري نفسه، لان انا اصلا بعد ما خلصت شرع وقانون رحت حقوق، عملت الماجستير بتاعي هناك. فالمفروض الطبيعي بتاع تفكير اي حد من زمايلنا بعد الماجستير هتدور على الدكتوراه. فانا كانت برضه الاستاذه رانيا يعني مش بجامل والله، بس كانت هي اللي قبلنا بما انها كانت اول دفعه، فلفتت نظري من كلامها عن الاكاديميه ومنشوراتها وانها فرقت معاها ازاي، والكتابه الاكاديميه بقى بجد، وان الناس اللي جوه دي اللي هي يعني بتعلمك المعلومه اللي بجد، مش زي ما بنشوف في اماكن كتير محبه في العلم نفسه. بالظبط، في قشور بتتقال فانت لا مش واصل للمعلومه الاساسيه. فاخدت قرار ان انا خلاص هنحي موضوع الماجستير جانبا دلوقتي، ونهدى على الدكتوراه شويه، واروح اعمل دراسات عليا بقى من اول وجديد في الاكاديميه. ده كدرجه علميه يعني. ولكن الاهم من كده حبي انا وشغفي للي انا هعمله ده. وزي ما بيقولوا انا الحمد لله ربنا نصرني برضه، لان انا اتقال لي حرام عليك وسنين عمرك وخساره، ما انت ممكن تقرا كتب خارجيه وتكمل زي ما انت. الموضوع مختلف تماما. والحمد لله يعني ربنا اكرمنا بمجموعه اساتذه ودكاتره يعني قامه علميه كبيره جدا جدا جدا، ومش بيبخلوا علينا اي حاجه بصراحه يعني. والحمد لله ربنا نصرنا ونجحنا كلنا السنه دي الحمد لله.
انا امبارح يعني كنت شايفه بوست انت منزله، يعني بتسرد فيه ان انت عامل 12 بحث. هم 12 بحث ما بين الادب والموسيقى والتذوق وحاجات كتير. دي جداً. اكتر ميزه انا يعني لما حطيت نفسي في المكان ده، اكتر ميزه استفدتها ان انا فتحت عينيا على فنون تانية. ما كانش ممكن افكر ان انا اقرا مثلا عن الباليه والفرق ما بين الكلاسيكي والرقص المعاصر، ما كانش في خيالي ده. ولكن بمجرد ما قريت في الفنون دي وكتبت فيها بقى بحث بشكل اكاديمي، فرقت معايا حتى في كتابه الشعر برضو. يعني هتلاقي في تشبيهات وصور جديده جت، مثلا تكرار لموج يشبه لقلبك في الايقاع. فكره التكرار والايقاع والكلام ده كله موجود في الفن التشكيل اصلا، بس لما امتزج في وجدانك بيخرج معاك برضه في صوره الشعر. فهم ال 12 بحث، كان كل هم 6 مواد اللي عندي انا في القسم بتاعي، كل ماده بنقدم لها بحث ترم اول وبحث ترم تاني. فهم دول كانوا ال 12، يعني مزيكا 2، مسرح 2، سينما 2، باليه ورقص معاصر 2. لسه بقى الادب السنه الجايه ان شاء الله. يعني المواد دي يعني هل انت بتختارها ولا هي موجوده؟ البحث لا، البحث هي المواد، يعني ال6 مواد على كل الطلاب الباحثين. ولكن البحث يبقى كل حد له البحث بتاعه بقى، وبتشتغل على المراجع بتاعتك وعلى الفكره بتاعتك وبتوصلها ازاي بقى. جميل. هنسمع قصه ونسمع شعر، بس نطلع ناخد فاصل بس ونرجع تاني.